السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أبرز العناوين: العثور على طفل مكبل اليدين والرجلين نواحي زاكورا يستنفر السلطات المحلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر مستجدات أخبارنا لهذا اليوم، كشفت مصادر أمنية مسؤولة أنه تم العثور أمس السبت على طفل في ربيعه الثاني مكبل اليدين والرجلين بأحد الحقول الواقعة بدوار بني خلوف بجماعة تمجروت إقليم زاكورا، مشيرا إلى أن علامات الضرب ظهرت على وجهه. المصادر ذاتها أفادت بأن الطفل إلياس تم العثور عليه في أحد الحقول البعيدة عن منزل والديه ب2 كيلومتر، وكان ملقى على وجهه ويداه ورجلاه مكبلان ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ليتلقى الإسعافات الضرورية. واستنفرت هذه الجريمة التي يقف وراء مجهول أو مجهولون السلطات المحلية والدرك الملكية وعناصر الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة المختصة من أجل كشف جميع الملابسات والوصول إلى مقترف هذا الجرم البشع. وكانت أسرة الطفل انتبهت إلى عدم وجوده بالمنزل، فبدأت البحث عنه رفقة بعض من أهالي المنطقة ليتم العثور عليه مكبلا وسط أحد الحقول الفلاحية وعلى وجهه أثر الضرب، فتم إبلاغ السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة. يذكر أن إقليم زاكورا عرف خلال السنوات الماضية اختفاء عدد من الأطفال، منهم الطفلة نعيمة التي وجدت مقتولة ضواحي أكدز، كما تم بتر يد رضيع داخل مستشفى، ما ربطه العديد من المتابعين بشبكات إجرامية متخصصة في البحث عن الكنوز. وعلاقة بالكنوز سبق لوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بورزازات وقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أن أمرا بإحالة مجموعة من الأشخاص في حالة اعتقال على السجن المحلي في قضية تتعلق بالكنوز والشعوذة فجرتها سيدة من أسكجور منذ سنة 2016. انتهت أخبارنا لهذا اليوم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول، ليس أمرا وإنما فضلا. إلى اللقاء.